مشاهدينا نحييكم من جديد. جنون الدولار، جموح الدولار، التعويم ما بين مؤيد ومحتج. بعض المسؤولين في مصر أطلقوا تصريحات مبكرة إنه في نية لتعويم الدولار. هل ده يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية ولا يؤدي إلى انتعاش اقتصادي كما يزعم البعض؟ تداعيات ده على المواطن البسيط ايه؟ وهو ده الاهم، على اعتبار ان الحياة المعيشية هتتأثر ولا لا؟ ارتفاع الاسعار هيتأثر ولا لا؟ كل ده هنناقشه معاكم من خلال ضيوفي الاستاذ احمد الطنطاوي عضو مجلس النواب. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك الكرام وبالمشاهدين المحترمين. اهلا بيك. مهندس احمد نيازي عضو شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ عاطف مخاليف عضو مجلس النواب. استاذ عاطف اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة. دكتور هشام اهلا بيك. اهلا وسهلا. طيب استاذ، خلينا نبدا. مهندس احمد نيازي، على اعتبار انت فاهم شويه في سوق العمله بيروح فين يعني. التعويم من الواضح يعني ان اطلق بعض المسؤولين تصريحات مبكره عن تعويم الجنيه، ومحدش نافع حتى بعد ذلك، لكن بيتكلموا عن انه لكن التوقيت لم يحدد بعد. يعني التعويم عايز اشرحه للناس، وقول لي هل ده يؤدي الى انتعاش اقتصادي ولا انهيار اقتصادي ومعيشي؟ هو يؤدي الى خراب اقتصادي. خراب اقتصادي طبعا. التعويم يعني ايه؟ هو حضرتك كان يعني انا هعوم الجنيه في حاله واحده. انا هعوم الجنيه، هعومه يعني هسيبه للعرض والطلب في حاله واحده. انا لما يبقى عندي احتياطي زي ما كان عندي احتياطي قبل كده 36.6 مليار، وكان عندي كمان 10 مليار، كانوا حوالي عن 45 مليار. كانت سنه 2003 سيبنا الدولار عرض وطلب حر، عرض وطلب. كان عندنا احتياطي كبير. كان عندنا احتياطي كبير. لما جاب الدولار 7.5، بعد كده جاب 4.5. لما سيبنا الدولار بقينا سايبين الدولار حر عرض وطلب. كنا شغالين مع البنك مع البنك المركزي. ووصل كان 2003 4.5 7.5. من 2003 ل 2004 جاب 7.5 ورجع تاني. رجع تاني واستقر. وكنا شغالين زي الفل. كان عندي احتياطي 1,100,000، وكل يوم الصبح كنا بندي البنك المركزي انتر بنك ما يعادل من 50 ل 60 مليون دولار كل يوم. انتر بنك. الانتر بنك اتلغى. الانتر بنك اتلغى. ليه اتلغى؟ لمصلحة مين؟ مش عارف. هو طبعا هيقول لك لا ده هو شغال دلوقتي، بس شغال بايه؟ بأنه ساعة شغال بسعر البنك المركزي. طبعا السوق السوداء بره مين شغال بسعر البنك المركزي؟ الانتر بنك 888. يقول لك لا ده احنا مشغلينه دلوقتي. يا جماعه ما ينفعش، ما هو السوق بره ب 13 جنيه ونص و14 جنيه، فما ينفعش. فعلشان يبقى عندي عشان يبقى الدولار اعوامه لازم يكون عندي احتياطي محترم، اقل حاجه من 40 ل 50 مليار دولار. على فكره انا ما كنتش محتاج لصندوق النقد الدولي خالص. مصر فيها دولارات ما لها اول ولا اخر. متعاني. كل مصر دلوقتي يا استاذ وائل زي ما قلت لك قبل كده في الحلقه السابقه قبل كده، التحويلات المصريين في الخارج ما عادتش بتيجي. والسياحه ما عندكش سياحه. قناه السويس واقفه. انا اعتبر انها لا هي ماشيه. هي الوحيده اللي ماشيه، لكن حركه التجاره العالميه ماشيه بس بطيئه. عشان حركه التجاره العالميه حصل فيها عشان البترول. طب اقول لما سعر البترول نزل، انا المفروض كنت امشي مع الدول وخفض الاسعار عندي. واخد بال سعادتك؟ الكلام ده ما حصلش. الكلام ده كانوا بيفكروا فيه. اما الموضوع
الموضوع عدى يعني. اما الدولار موجود في مصر، في دولار موجود في مصر زي ما تقول قول، بس متعان من المستوردين، متعان من العاملين في الخارج عاينين دولار، ما عادش بيبعت لك اصلا في البنوك لان بيتعاملوا معامله سيئه جدا 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 داخل البنوك. خليني في التعويم دلوقتي، لو سابوا للعرض والطلب وعوموا بكره تلاقي الدولار ب 20 جنيه. الدولار ب 20 جنيه؟ هتلاقي بكره ب 20 جنيه. يعني قيمه الجنيه تتدنى الى هذا الحد، تبقى لا شيء. انا بحذر مع العلم ان انا كنت موافق على ان سعر الدولار حر عرض وطلب، وده على فكره هو ده الحل الوحيد. بس لما اللي الجراحه دي يبقى عندي احتياطي الجراحه دي محتاجه قلب ميت، يبقى سعر الدولار حر عرض وطلب لما يبقى عندي احتياطي من 40. انما لو انا عملته مليار. دلوقتي لا مستحيل، وهيؤدي طبعا لارتفاع اسعار سلع ارتفاع كل حاجه. لا ده في حاجه ثانيه خطيره، وساعتك احنا مش علينا ديون خارجيه. عدد تقريبا ست النائب تقريبا حوالي عن عدد تريليون، مظبوط؟ ديون خارجيه 53 مليار دولار. 53 كانت بكام الدولار؟ الدولار كان بكام؟ لا ما هو الدين بالدولار وهيتسدد بالدولار. ايوه ماشي، بس انا الاول كان عليا بكام؟ مثلا يعني هنقول 5، هنقول 7، هنقول 9، هنقول 12، واخد بال سعادتك؟ اسدده بعد كده بكام؟ يعني شفت الفرق قد ايه؟ يعني لو زي ما الدكتور قال 53 مليار هيبقوا 110 مليار. طيب لا الموضوع خطير. استاذ عاطف، عشان بس نشوف ليه انت مؤيد للتعويم؟ لان ما فيش قدامي حلول غير التعويم اولا، والكوارث الاحتياطي الناجمه عن ذلك. ما انا متفق مع احمد بنيازي وتقريبا مع احمد بيه طنطاوي لما قعدنا، ولكن يعني انا ببص من منظور تاني خالص. تعويم الجنيه هو الحل لسبب. اولا الاحتياط النقدي بتاعي انا هزوده ازاي؟ يعني يمكن طارق عامر قال ان انا مش هقدر اعوم الجنيه الا اذا وصل الاحتياط النقدي بتاعي 25 مليار. انا دلوقتي الاحتياط النقدي بتاعي 16.5، وعندي البنك الدولي هيديني 1 مليار الامارات. يعني الكلام بالتفصيل مش عايزين نقوله عشان يعني الاحتياطي دلوقتي 19.6 من 10. لا 16.5. لا ما هو انا هقول لك الثلاثه جم منين بالتفصيل. احنا يعني عايزين نخش في عمليه تفصيليه عشان نعرف المشكله فروم اي تو زد جايه منين وتتحل ازاي، واحنا بنفكر صح ولا ماشيين في اطر صحيحه ولا ماشيين في نفق مظلم. انا 16.5 اللي معايا دلوقتي عشان نكون واضحين، انما اللي انا هجيبه بقى من بره البنك الدولي اللي شرط عليا ان انا اعمل القيمه المضافه اديني مليار. لا بس هو ملوش دعوه، هو معلش ما هو الاحتياط اصلا ما هو جزء كبير منه قروض كلها. ما انت لو جيت تحسبها ما انا بقول لك اللي معايا، انا بقول لك اللي في جيبي ولا دول لنا فيهم حاجه. لا لنا ال 16 احنا اصلا مش بتوعنا. انا بقول له حتى مش بتوعنا. ده دين. احنا 16 وواحد بنك دولي وواحد الامارات وواحد السعوديه تقريبا هيجي النهارده او بكره، يبقى معايا 19.5. وهطرح سندات في بنكين في فرنسا وبنكين في امريكا هم اللي هيسووا. هطرح سندات ب4 يبقى انا عندي 23.5. ماشي، يعني انا وصلت لل 25 اللي كان طارق عامر بيقول انا مش هعوم الا ما اوصل لل 25، وبناء عليه صندوق النقد الدولي هيوافق على القرض اللي انا طالبه. يعني في النهايه هيوصل الاحتياط النقدي عندي 28.5 تقريبا. ال 28.5 لما انا بقى اشتغل واضبط السوق والبنك المركزي يظبط القبضه بتاعته، لو عدينا اول 3 شهور اولا لازم يكون في رقابه صارمه على الاسواق. انت عارف تعمل رقابه لازم يكون دي مجبر اخاك الله بطل، دي لازم. ما انا بقول لك شروط. ما انت لو تقدر تعملها كنت عملتها في السنه اللي فاتت دي كلها. يعني انا بحكي احنا زودنا الاحتياط النقدي ازاي، والقيمه اللي هنفترضها ايه، وازاي البنك المركزي يعني يحكم القبضه بتاعته
وفي نفس الاتجاه او في الطريق الموازي ان السوق ينضبط ازاي؟ ده شغل الحكومه، شغل الوزارات اللي هي بتقبض بالمليارات، ده شغلها. لو عدينا اول 3 شهور العمليه هيبدا. ولو ما عديناش طيب انا عندي، هل انا ما عنديش تحويلات؟ حسبت ارتفاع اسعار، حسبت ارتفاع اسعار السلع، حسبت انهيار الجنيه هيؤدي الى ايه؟ الرئيس في اخر حديث قال يا جماعه ما تخافوش، لو الاسعار غليت شويه هتلاقوا البديل، هوفر لكم السلع الاستراتيجيه بالاسعار المناسبه. وهنا دخل الدوله ودخل الحكومه وشغل الحكومه. ما حدش لا احد يستطيع الان انه يتحكم في ارتفاع اسعار السلع. تقدر تخلي الطماطم تقل، تقدر تخلي الخضروات، واقدر اخليها تزيد، انا اقدر اخليها تقل. مش عايز كلام، واقدر، لا مش كلام، هقول لحضرتك مش تقدر. طب هقول لحضرتك تصدق. سعر السكر والزيت والرز زاد ازاي وكان ممكن اقلله ازاي؟ مش احنا كنا في حلقه وكنا بنتكلم على السلع التموينيه؟ ايوه بس انا قدام واقع دلوقتي. الدوله لما شالت ايديها، احنا قاعدين دلوقتي في استوديو مكيف والكلام حلو قوي وسهل مش كلام وجميل. لا لكن بيوم وشلبيه اللي الصبح مش ما بيلاقوش ده الكلام المعصوم. واضح ان احنا 3 على 2. فانا بقول لحضرتك لا ما انا في قضايا انا بحترم دي فيك على فكره. عندي موقف مش هسيبه في البيت قبل ما اجي يعني. لا انا معاك في دي. انما الحياديه في ان انا كل الاطراف موجوده اهو. احنا في النهايه احنا الخمسه الهدف بتاعنا واحد، ايجاد حلول. انا بفكر من منظور، واحمد بطنطاوي من منظور، وحضرتك من منظور ثالث. خلاص انا بقول اللي انا شايفه ده هو الحل الامثل لو حصل 1 2 3، وخاصة بعد الاتفاقية الرباعية ما بين الصين ومصر والإمارات والسعودية إن احنا نتداول العملة بتاعتنا. طيب. وبعد ما الصين قالت إن احنا هنعمل طريق الحرير من الصين على المنطقة العربية على قناة السويس، ده يمكن يزود كل ده على المدى، انت بتتكلم عن المدى الطويل. ما انا بقول لا انا دلوقتي عايز احط خطة للإصلاح الاقتصادي، عايزها في يوم وليلة ولا لازم يكون انا مش عايز عجلاتها تدهس ملايين الغلابة والبسطاء وانت ماشي يعني. لازم يكون لها زمن وملايين الغلابة. المفترض الحكومة والرئيس زي ما وعد انه هيوفر السلع الاستراتيجية كل يلتزم. ما هو اذا انهارت قيمه الجنيه خلاص. اذا كان الكلام بالشكل ده وان هتعمل لي طريق وان حجم التجاره العالميه هيزيد فدخل قناه السويس هيزيد، انا بيخش لي 35 مليار دولار تحويلات من الخارج، ولكن ما بتخشش عندي البنوك، بتخش الجيوب زي الاقتصاد الموازي كده، بتخش الجيوب ما بتطلعش. انا عايز اطلعها ازاي؟ ان انا اخلي سعر الدولار عند البنك زي سعر الدولار بره في السوق السوداء، هيجي لي الفلوس دي، هيبقى عندي احتياطي نقدي يعني مش محتاج. لان انا لو وقفت على كده وما حكمتش القبضه ال 25 مليار او ال 28 مليار ونص دول مش هيقضوني 2 3 وبعد كده هنخش في النفق المظلم. استاذ احمد طنطاوي، تعويم الجنيه يبدو انه خلاص النيه اتجهت او القرار اتخذ، ولكن متى هي ده الخلاف. تعويم الجنيه يعني ان انا اسيبه للعرض والطلب بشكل طبعا المتوقع انه هيؤدي الى انخفاض قيمته بشكل كبير امام الدولار. ده معناه ايه؟ هيؤدي الى ايه؟ هو احنا مشكلتنا الاساسيه اولا هو النيه بتنعقد والقرار بيتخذ فين. لان انا قناعتي ان كل ما يجري في مصر الان يعني في المسار الاقتصادي وفقا لاجنده وروشته وضعها صندوق النقد الدولي. يعني لو انه حتى دي بدايل احنا تداولنا فيها وطنيا ومجلس النواب كان طرف في هذا النقاش وقلنا ان ده قرار اقتصادي، نحسب العائد والتكلفه ونشوف احنا القرار ده هيعود على الاقتصاد منه ايه وهنتضرر في ايه، المواطن هيكسب ايه وهيخسر ايه. يمكن كنا النهارده بقى عندنا قدر من المعلومات يتيح لينا حتى انه احنا نبقى عارفين بالارقام نتائج ده ايه. لكن الحقيقه انه احنا قدام حكومه تبدو عاجزه تماما ومستسلمه امام املاءات الصندوق وشروطه بشكل تقريبا مطلق.
استاذ عاطف كان بيقول لك حالا انه ضريبه القيمه المضافه جت استجابه لشروط الصندوق، مش بس ضريبه القيمه المضافه، البنك الدولي ده قانون الخدمه المدنيه وضريبه القيمه المضافه ودلوقتي تعويم الجنيه. طب ما يسمعوا بالمره الصندوق بيقول ايه في ترشيد الانفاق الحكومي بالمره، يعني علشان الناس حتى تحس بالجديه من قبل الحكومه دي، او ان هم حاسين باللي المواطن حاسس بيه. لا، في انفاق فيما يشبه السفه من قبل الحكومه، فيما لا داعي له ولا طائل منه، وفي الوقت نفسه في ادعاء بان احنا بنواجه ازمه وان احنا ما قدامناش غير الحلول دي. في دول مش بس بتلجأ لتعويم العمله، انما بتتخذ اجراءات عن عمد لتخفيض قيمه العمله. لكن ده بيبقى في اطار رؤيه اقتصاديه البلد عارفه هي عايزه تروح منها لفين. لكن احنا شغالين تقريبا في جزر منعزله، ما انتش شايف. والمشكله تبدا منين بقى؟ تبدا من اول مجلس النواب ما وافق على برنامج هذه الحكومه الفاشله. تبدا من وقت ما قلنا في البيان اللي معروض قدامنا يا جماعه احنا عايزين نعرف الرؤيه الاقتصاديه ايه، عايزين نعرف البلد دي شكل اقتصادها ايه وانتوا عايزين تروحوا بينا فين. ما هو انت السؤال علشان تبني مبنى في البدايه خالص مش بيبقى معاك رسم هندسي؟ بتبقى عارف انت في الاخر بعد ما تخلص الشغل بتاعك ده هيبقى ايه اللي عندك. وممكن على فكره الناس في الحاله دي تتحمل وتشيل وتبني معاك، لكن احنا مش عارفين. انا شخصيا سالت يعني ايه الاقتصاد السوق المنضبط؟ ده اللفظ اللي ورد في برنامج الحكومه، اقتصاد السوق المنضبط. ما فيش، انا راجل دارس اقتصاد، ما اعرفش يعني ايه اقتصاد السوق المنضبط ده. يعني اعرف اقتصاد مخطط، اقتصاد سوق اجتماعي، لكن منضبط يعني ايه منضبط وعلى اي معيار؟ النهارده واحنا ماشيين في الاجراءات دي، هل الحكومه عرضت علينا انها تتفاوض مع صندوق النقد وتاخد منه قرض؟ ما حصلش. ولغايه ما كان برنامجها بيتناقش في مجلس النواب كانوا بيدعوا كذبا ان ما فيش مفاوضات مع الصندوق وان احنا مش محتاجين للقرض بتاعه اصلا. بس لازم توافق يا احمد بيه على القرض. انا مش موافق. بص حضرتك، لا انا مش بتكلم عليك انت، لازم انت كمجلس لازم توافق. لا ما هو معلش، انا لو مجلس ما وافقتش خلاص. اسلوب لي الدراع ده، لا اسلوب، لا يا فندم، يا فندم الاجراءات. بص حضرتك، المساوئ تحققت فعلا. الحكومه بتلوي دراعنا، بتنفذ شروط الصندوق وماشيه معاه في المفاوضات، والبنك بيقول احنا دبرنا، البنك الدولي بيقول دبرنا مليار واحنا بنعمل ايه وبندبر الباقي. طب انا جيت رفضت. لا في شروط، قال كل 3 شهور هديك مليار بشروط معينه. بص حضرتك، لو في حتى عقل، بلاش اي حاجه تانية، لو في عقل عند الحكومه دي ما كانش ممكن انها تستخدم مجلس النواب في الضغط على صندوق النقد في اطار الشروط. ما كانش ممكن تقول له انا عندي غضب اجتماعي وبالاسلوب ده وبالضغط الشديد ده ممكن توديني لطريق الانفجار. يعني حضرتك متخيل ان انا النهارده لما اجي اعوم الجنيه ويبقى ب15 يبقى ب20 يبقى زي ما يبقى وفقا لقواعد العرض والطلب. استاذ احمد توقع انه خلال الايام هيبقى 20 ده هيقضي على السوق السوداء. انا بقول لحضرتك اذا كان هو خلال يومين 3 هيوصل لكده. كل المراكز اللي حط الرئيس قال لك كان من 3-4 ايام بكام. اقفل بس النقطه دي يا جماعه، مش هيبقى ده الحل لسبب بسيط. احنا جربنا بعد التعويم، احنا جربنا قبل التعويم. خلي بالك بعد ما وزير التجاره اتكلم عن التعاون الناس كلها الدولار وصل ده برضو واحد 15. ده واحد لا وصل واحد من الدلائل على طيب ما وصل في 2003 كيف